ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه بسيطه وسريعه وحلوه قوي، وكمان محببه قوي لقلبي. هنعمل كبده بس بطريقه مختلفه عن اللي عملناها قبل كده. طريقه بسيطه وسريعه مش تاخد معانا اي وقت ولا مجهود، وكمان يعني هتنفعنا وتنجزنا جدا في الحر اللي احنا فيه ده. نبدأ بقى في المقادير. عندي هنا نص كيلو كبدة. هستخدم لها فلفلاية من كل لون، واحدة احمر واحدة اصفر واحدة اخضر، وممكن فلفل كله اخضر، وكمان معلقة كبيرة توم مفروم، وبصلاية وسط. دي مكونات لنص كيلو من الكبدة. دي متقطعة كده اسمها عصافير، بتبقى صغيرة كده ورفيعة. وكمان معايا للتوابل معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وشطة، ومعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة. وكمان معايا حبتين طماطم متوسطين او واحدة كبيرة، وربع كوباية زيت، وليمونة كبيرة او ليمونتين صغيرين، ومعلقتين كبار خل. هجيب بقى كل المكونات دي وهحطها على بعض. الوصفة دي حقيقي طعمها بيبقى تحفة ومختلف جدا عن طعم الكبدة اللي احنا بنعملها على طول. لا، دي مختلفة وطعمها حلو قوي، وكمان يعني واخدة من كل النكهات اللي فيها لانها هتتحط في التتبيلة دي اقل حاجة ساعة. فالكبدة يعتبر شاربة من كل الطعم الحاجات اللي فيها، فحقيقي طعمها خطير. هجيب بقى كل المكونات اللي انا قلت عليها هحطها على الكبدة. كمان بسيطة قوي وما بتاخدش معايا خالص وقت، يعني هي كل حاجة في طبق واحد تتبل، وكلها برضو بتستوي في طاسة واحدة. هقلب بقى كل الحاجات مع بعض. شايفين اصلا شكلها عامل ازاي؟ الكبدة ما بتتغسلش الكبدة، بس انا بنقعها في معلقتين او 3 معالق خل وعصرة ليمونة كبيرة، بسيبها فيها 10 دقايق وبعد كده بصفيها. لكن ما بتغسلش وما بيجيش عليها مية خالص. سبتها بقى في التلاجة ساعة او ساعتين زي ما تحبوا، وبعد كده جبت الطاسة سخنتها قوي، واول ما تسخن هنزل عليها بالكبدة والتوابل والخضار اللي فيها. هقلبهم بقى كويس قوي، اهم حاجة النار تكون عالية. والطماطم مش هحطها دلوقتي خالص، الطماطم هحطها لما الكبدة تغير لونها. اول ما تبتدي بقى تنزل سوائل اللي فيها بسيط كده، هسيبها بقى يعني تتقلب فيها شوية وهدي النار عليها. اول ما لونها اتغير كده واتشوحت كويس، هنزل عليها بقى بحبتين الطماطم، وهقلبها وهغطيها بقى واسيبها على نار عالية لحد ما الطماطم بس تتسبك بسيط قوي، والخضار يبتدي يدبل بسيط. ده شكلها، يعني غطيتها بقى وسبتها، ده شكلها بعد ما اتسبكت. ما خدتش معايا اي وقت تماما، وكانت جاهزة وبالشكل والريحة دي. كانت ريحتها خطيرة وقلب البيت حرفيا، وطعمها كان تحفة. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم اشعارات بوصفاتي اللي بعملها. واسيبكم بقى مع الجمال ده.